في يد اي حد على اهل بلدي، ولو حد داسلك على طرف محدش هيجيب لك حقك غيري. لو حد داس للجناب المأمور نفسه على طرف محدش هيجيب له حقه غيري. حتى حق جناب المأمور؟ البلد دي بيحكمها انهي قانون يا سياده المأمور؟ بقانون الجناوي. ده اللي حضرتك ما تعرفوش، ان قانون الجناوي اقدم من القانون ده. قبل ما يعملوا مركز شرطه وجد جد جدي هو القاضي العرفي للبلد دي، ودي الميزه في بلدنا دونا عن اي مكان في الجمهوريه. عندك مكانين تجيب حقك منه، مركز الشرطه وبيت الجناوي. عايز ايه تاني ده؟ واللي انت ما تعرفوش يا باشا ان عندنا في الصعيد هنا في كل قريه كبير. الكبير ده هو القاضي العرفي اللي بيحكم ما بين الاهالي وبين بعضيها والمشاكل المستعصيه اللي عندنا في الحكومه. شرفت الصعيد يا بيه. طول ما الحاج صالح موجود محدش فيكم هيتهان ومحدش منكم هيتداس على كرامته. او من النهارده كلكم كرامتكم محفوظه. غريب. ايوه. الرجاله قبضوا فلوسهم؟ قبضوا يا كبير. خد بقيت حقك منه. تعيش يا كبير. خد بقيت حقك منه. تسلم يا كبير. يا احمد خد بقيت حقك مني. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص سمعت يا كبير. بدوي. نعمين يا كبير. خد بقيت حقك مني. تسلم يا كبير. والحاج ذكري خلص موضوعه على خير والحمد لله. رجل محترم ويستاهل كل خير. طازه لسه حلبهولك بيدي يا صالح بيه. تسلم يدك يا فرحانه. واه فين يا بنت البيض ابو زبده؟ دقيقه ويكون جاهز. واه بتنزل تاكل يا غريب. الف هنا سبكتك يا كبير. الف هنا. عملتوا ايه مع الحرام اللي اسمه هتلر؟ ادينا الكرباج لكل راجل فيهم، منهم اللي سامح ومنهم اللي ما رحمهوش. راجل يستاهل ضرب البلغه. بتددوا على اهل بلده عشان كملتوش واحد غريب. قالوا الاصل. طب بالاذن يا كبير. ازيك يا ست صالحه؟ واه اللي جابك؟ لسه افطر والبس واجيلكوا على المستشفى. ويا بنت ساكته كده ليه؟ ما تنطق فيه ايه؟ الدكتور قال المرض انتشر في جسمها كله، كلها ساعات وتقابل وجه كريم. طول عمري بحس ان هي اختي، عمري ما حسيت ان هي ضرتي. سنتين وهي بتتعذب، سنتين شافت فيهم اللي ما حدش يقدر يستحمله. اللي يحبها يا صالح يتمنى لها الرحمة، وانت ما قصرتش. غريب. ايوه يا كبير. جهز العربية عشان نطلع نجيبهم وزين من المستشفى. حاضر يا كبير. عمري ما حسيت بضعفي وقلة حيلتي إلا قصاد مرضك يا نادية.
عشت عمرك كله شايلاني من على الأرض شيل. كنت بتعمل اللي يسعدني حتى لو هيتعسك. اتحملت اللي مفيش مرة في الكون تتحمله مع جوزها. تعرف يا بنت، أنا أول ما كانت تروح من غير إذني سامحيني على كل مرة زعلت فيها. سامحيني على قسوتي اللي كانت من ورا قلبي. ما كانش صح تنقلها من المستشفى وهي في الحالة دي. وصيتها كده يا فخر، مش عايزة تموت في مستشفيات، عايزة تقابل وجه كريم على فرشتها. بعدين الدكتور بيقول قدامها ساعات محدودة. مرض الوحش اتمكن من جسمها كله يا فخر. امال زين فين؟ بالله عليك ندم على غريب يشوفه فين؟